السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان. الأهلي النهارده بيتعادل مع يانج أفريكانز، وبيراميدز بيخسر النهارده بهدفين. الحقيقة يعني كنا نتوقع النهارده فوز بيراميدز ليحتل صدارة المجموعة، ولكن بيراميدز النهارده كانت الأمور صعبة. سان داونز فيه مفاجأة النهارده بيخسر 1-0، واتكلمنا كتير على يانج أفريكانز، فكده نروح إن كل شيء وارد. وده اللي كنت بقوله لماهر جنينه. لو حد دلوقتي شايف ماهر، لو حد شايف ماهر دلوقتي او قاعد معاه يقول له. قلت له امبارح ايه وهو قال ايه. كرة في افريقيا كل حاجه وارده، واحترام الخصم دي اهم حاجه. كولر النهارده هل هو في قفص الاتهام؟ هل كولر عجز ان هو يقدم حاجه تانية للنادي الاهلي؟ هل كولر مدير فني كويس ولا وحش؟ بعد مباراه النهارده طبعا يعني لازم بقى ايه، هنخش على كولر ده نقطعه، وكولر ده ما عندوش فكره، ومدرب ما بيعرفش اي حاجه في الكوره. مستحيل ان اطلع النهارده اقول لكم ان الراجل ده بريء، يبقى انا هنا بكلم نفسي. ولكن انا مش هقول لكم كده، انا هقول لكم ان انا جايب لحضراتكم النهارده براءه كولر من المباريات الماضيه. براءة كولر من المباريات الماضية. تقول لي ازاي؟ اقول لك. تعالى لي يا نصر. ازاي براءة؟ انا احكم على المدرب لو الفرقة مفيش كورة، ما بتروحش، ما بتسددش، ما بتوصلش يبقى المدرب مش عارف يوصل الفريق. براءة كولر ده حاجة للتاريخ، لأن أنا عارف دايما إن أي حد بيطلع أو هيتكلم للظروف. الفرقة خسرانة يتقطع، آخر البطولة يبقى أحسن مدير فني في العالم، ونبتدي بقى نقول إن جاي له عروض وهيروح دوري عربي وجاي له فلوس كتير والراجل فقد تركيزه، أي كلام. ولكن أنا كولر ده أنا ما أعرفوش، يعني مش راجل على علاقة بيه عشان أطلع أبرئه أو أتهمه أو أقول أو بيعرف يعرفش. إحنا هنا بنقول كلمة الحق. كولر بريء تماما ومدير فني جيد. النادي الاهلي براءة كولر في الجمله اللي انا هقولها لحضراتكم. النادي الاهلي شاط 31 كوره الماتشين اللي فاتوا، دخل جون واحد، هدف واحد من 31 كوره. طب يا عم سيف، ده الماتشين اللي فاتوا. النهارده ايه بقى ما بنجيبش جوال ليه؟ النهارده انا من وجهه نظري ان الحاجه الوحيده اللي اثر فيها كولر ان هو كان لازم يفتح سبرنت وينزل يمسك الكوره ويدخلها هو في الشبكه. يعمل ايه انا ما اعرفش. كهربا انفرد، كريم فؤاد انفرد، طاهر انفرد. ده انفرادات، يعني جوان، يعني خلصانه بشياكه، يعني اي حاجه. هيعمل ايه بقى؟ هو هيعمل ايه؟ هينزل ياخد الكوره ويقوم حاططها في الشبكه بنفسه؟ ما اعرفش. الصوره اللي امام حضراتكم دي، وسع بقى الصوره كده يا نصر. هو فريق النادي الاهلي اللي اخذ بطولات كتير وادوا بشكل كبير وقلنا عليهم لعيبه كبار واجادوا بشكل كبير جدا، حتى لو مش في حالتهم. اكيد النادي الاهلي النهارده لاعب مباراه ضعيفه، لاعب النهارده مباراه ضعيفه المستوى امام اصلا منافس ضعيف. يانج افريكانز النهارده النادي الاهلي الطبيعي يديله 2 3 بره ارضه عادي. يعني النادي الاهلي في الماتش بتاع النهارده يكسب 2 3 المفروض عادي. تركيز اللعيبه بقى رايح فين؟ القصه ايه؟ ما اعرفش. دي قصه لازم تتحل، يحلها الجهاز الفني، يحلها الجهاز الاداري، يحلها كابتن خالد بيبو. الكواليس ايه؟ مش عارف. مش هقعد اقول عشان اللعيبه ضيعت تبقى مش مركزه ومفيش التزام. لا، انا ما عنديش اي حاجه تقول اي حاجه. انا بقول لحضراتكم ان الراجل مع الاهلي بيقدم ارقام كبيره جدا، ولكن الكوره ما بتخشش ليه جوه الجول. دي بقى اللعيبه هي اللي تسأل عنها فقط لا غير. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كولر مدرب كبير جدا وكلنا عارفين كده كويس. كلنا جربنا كولر على مدار موسم، دخلنا في موسم ونص. كل مدرب من المدربين الكبار جدا واللي بيقدر يعدل وضعه مع الوقت. اللي حصل النهارده كله أخطاء من اللعيبة شخصيا. كل اللعيبة في الخط الأمامي كان قدامها فرصة إحراز هدف واتنين، كل اللعيبة بلا استثناء. اللعيبة النهارده تتحمل مسؤولية التعادل مع فريق يانج أفريكانز. المباراة كانت في تناول النادي الأهلي، كان بسهولة جدا يحسمها، ولكن للأسف الرعونة اللي كان فيها اللعيبة والتسرع والسربعة وقلة التركيز ضيعت مننا تأهل سهل من البدايات.
كونك تحقق 6 نقط في أول ماتشين كانت هتفرق كتير مع النادي الأهلي، لكن للأسف اللعيبة نقول عليها إيه؟ لعيبة كل حاجة اتوفرت لها، لعيبة مباراة كانت سهلة، لعيبة تهيأ ليها إحراز الأهداف بصورة كبيرة وفي أرض الخصم، دي بتحصلش كتير، ومع ذلك طلعنا بنقطة وخسرنا نقطتين. كنا ممكن نخسر المباراة في آخر مباراة بعد الهدف، كان وارد إن هم يحطوا هدف تاني، كل ده عشان اللعيبة اطمنت وقالت إحنا خلاص كسبنا الماتش. بعد ما حطوا الهدف حطوا في بطنهم بطيخة صيفي، وللأسف طلعت بطيخة قرعة، لأن الفريق والنادي الأهلي بالذات بيلعب لآخر دقيقة، بيلعب لغاية صفارة الحكم، فاللوم كله يقع على كل اللعيبة بدون استثناء ما عدا الشناوي، عشان في ناس بتهاجم الشناوي عمال على بطال وعايزة تحمله نتيجة الهدف، والهدف ده لا يسأل عنه بالمرة محمد الشناوي. النهارده كولر عمل كل حاجة في الماتش، وصل اللعيبة قدام المرمى بدل الفرصة 4 و5 و6 فرص بانفرادات وأهداف مؤكدة، وأضاع اللعيبة مجهود كولر، وأضاع اللعيبة أداء بعضهم البعض بسبب الرعونة اللي كان فيها اللعيبة وقلة التركيز. للأسف خسر النادي الأهلي نقطتين كانوا هيريحونا كتير في باقي التصفيات. تصفيات طويلة، 4 مباريات لسه مهمين، مع ضغط المباريات وارد نقع في أي ماتش. الماتش ده كان سهل بالنسبة لنا نحسمه، وده للأسف ما حصلش. هيأثر على بقية اللعيبة، هيأثر على أدائهم مع الإجهاد مع التعب مع ضغط المباريات، وارد جدا نتأهل بصعوبة في مجموعة سهلة زي دي، وهيبقى عيب جدا على النادي الأهلي بسبب أخطاء كلها من اللعيبة. كولر مش هيحط بنفسه الأهداف، كولر مهمته يوصلك، مهمته يقول لك تحركات الفريق ازاي، وازاي تتحرك وتقابلهم، وازاي تضغط عليهم، وازاي تقفل وقت اللي ما تحتاج فيه التقفيل. انت خلاص في الدقيقة 85 جبت الهدف، 3 4 دقايق واللعيبة التانية قدروا يحطوا فيك هدف سهل نتيجة تخاذل اللعيبة، نتيجة تكاسلهم واعتمادهم على بعض. لما كل لعيب يطلع يطلع الكورة ويطيرها، للأسف الاتنين لعيبة تخاذلوا واعتمدوا الاتنين على بعض، اللعيب دخل هوب حط الجول، وده ضيع مننا نقطتين غاليين جدا في بداية التصفيات. كده هتتريح كتير المدرب والمدير الفني والفريق ككل، في حيث انه يقدر يعمل. كنت اهلاوي اصيل من عشاق الرياضه المصريه، قولنا رايك في التعليقات وادينا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.